هذه القصة حدثت في عرعر عام 1401 أو 2. هذا رجل عنده بنيات وظروفهم المادية صعبة، وعندهم في يدينون فلوس، راح تسلف مبلغ. كان له خوي بيروحون سوريا يشترون غنم ويهربونها يجيبونها للسعودية. كانت الغنم في ذاك الوقت يعني مثل الرعاة، يدخلون بين حدودنا وبين حدود الأردن والعراق ويجيبونها ويبيعونها في السعودية. كانت الأمور سمحة في النظام الخاص بالجمرك. فأخذ له سيارة وخذ خويه ومشوا وقطعوا الأردن وصلوا سوريا، وصلوا شمال سوريا. الغنم هناك رخيصة، واختاروا وقت الربيع بحيث انها ما تتعبهم الغنم هم يجون الا انها ترعى، ينتقلون بها من مكان لمكان. فيقول شرينا كمية كبيرة